تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض طبق بتنجان كده عظمه بجد تحفه قوي، هيعجبكم. طريقته سهله وبسيطه ومفهوش اي اختراعات يعني. بص انا هنا هعمل التتبيله، بس انا هكتر منها عشان انا بحب اشيلها في برطمان كده، بتنفعني بقى في حاجات كتيره. خلاص. هجيب كده معلقتين كبار من الثوم، واتنين فلفل رومي، واتنين فلفل سبايسي، واتنين فلفل احمر. ما عندكيش اي حاجة من اللي انا قلتها ممكن تشتغلي في فلفل رومي بس عادي يعني، مش مهم. انا عشان كان عندي فحطيت فلفل سبايسي وفلفل رومي وفلفل احمر. خلاص. على الثوم طبعا والليمون، وما ننساش الخل. خلاص. هحط بقى معلقة كبيرة كده من الملح، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كزبرة، ومعلقة فلفل اسود. واضرب بقى كل الكلام ده. عايزة تحطي بابريكا حطي، بس انا استكفيت هنا بالفلفل الاحمر. خلاص. لو انتي مش عندك فلفل احمر ممكن تحطي بابريكا، هتديكي لون حلو كده للتتبيل. ونضرب بقى كل الكلام ده حلو قوي، وبعدين نحط حوالي معلقتين كبار من الزيت وبس، وهنضربهم ضربة كمان، وكده بقت معانا التتبيلة جاهزة بقى بجد تحفة، بتنفعكم في حاجات كتيرة جدا، على الفول، على البتنجان، على السمك، كل حاجة. بس تحطي لها لو السمك هتحطي بهارات. خلاص. هنجيب بقى هنا البتنجان. طبعا انا غسلته حلو قوي، وعشان انا بسيب في حبة قشر كده، فغسلته حلو قوي الاول، وبعدين قطعته كده بقى، ما يبقاش ولا تخين ولا رفيع، يبقى مناسب كده زي ما انتوا شايفين. وهديله معلقة ملح، وبعدين هحطه في مصفى. هيجيب بقى شوية مية كده عشان ما يشربش مننا زيت. الخطوة دي مهمة قوي عشان ما يشربش منك زيت. خلاص. بس خلاص كده هناخده بقى نحمره ويطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد كان تحفة ومشربش زيت خالص زي ما انتوا شايفين كده. نحط بقى من التتبيلة كده عليه، وكلي بقى احلى طبق بتنجان بجد رهيب. بينفع بقى فطار غدا عشاء جنب اي حاجة. بحطيه في علبة كده في التلاجة، هينفعك في اي وقت. وبس كده بقى حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى تجربوه يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.